لو نايمة بقالك كذا يوم بتفكري اغسله مغسلوش اغسله مغسلوش، لا قومي بقى واغسليه عشان خلاص ما عادش فيه وقت حبيبة قلبي، الشتا على الابواب. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. لايك وكومنت حلو تشجعي بيه في قلب اختك، وصلي على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وهم العرض عليك يا كريم. يوم غسيل السجاد، يوم الروقان، هو ده الروقان. لو عندك بقع بقى، عندك اي مشاكل في سكتك، تعالي نغسلها كده قبل الشتاء والتلج والنوم تحت البطانيه. قومي خلصي اللي وراكي كده بدري بدري عشان ننجز كده ونلم بدري بدري. فرشتنا القمر، اي مسحوق عندك قمر، هو الكيس ده بس اللي انت هتجيبيه مخصوص، وتروحي حاطاه في ميه سخنه زي ما انت شايفه كده، وتقلبيه ميه سخنه بتغلي كده من السخان، من البوتاجاز، المهم ميه سخنه بتغلي، وتقلبيه كويس خالص في شويه ميه قد دول يا ولاد. لايك يا ولاد، لايك 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 عشان الكيس ده بجد هيعجبكم جدا. تحفه تحفه تحفه. جبت سجادتي كده ورحت نقعاها بالخرطوم، وبعد كده رحت دلقه الميه السخنه نقعاها نص ساعه شويه كده على قد البقع يعني. وبعد كده جبت المسحوق بتاعي، اي مسحوق عندك، ورحت ماسكاها بقى. انا عايزاكي وانت بتدعكي تتخيلي اي حاجه مضايقاكي، يعني ما تركزيش في الدعي، تخيلي اي حد مضايقك الصبح، جوزك مضايقك، اتخيلي المنظر بقى، اتخيلي المنظر بقى يعني ايه. الطاقه اللي انت كنت عايزه تطلعيها، عيالك مضايقينك، اتخيلي المنظر برضو تمام. انت متضايقه، تخيلي المنظر، يعني عايزه تطلعي طاقتك كلها في السجاد. اغسلي الطاقه، اغسلي الباور، تمام. بس كده. وبعد كده نغسل السجاده بقى. قلت امسكها كده ادعكها، دعكتها مره واثنين وثلاثه، ما اكدبش عليكم السجاده دي هي حلوه، وفي نفس الوقت الورد الابيض دون بيبقى عايز يعني يدعك بذمه كده. فمسكتها دعكتها وظبطت الدنيا. وانا اسفه عن الايموشن، بس انتوا عارفين ان انا بحب اهم حاجه في فيديوهاتي، طبعا انتوا شايفين الخلطه وشفتوا كل حاجه، بس مش لازم تشوفوني انا وانا بدعك السجاد. اهم حاجه ربنا يسترنا كده فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا كريم يا رب، اللهم امين. ومن طلب الستر لاقيه، يعني طول ما انت بتطلبي الستر من ربنا، ربنا هيديهولك. واللي طبعا مش بيستر نفسه فمش هيستر ولا دنيا ولا اخره. فربنا يجعلنا من المستورين يا رب، اللهم امين. انا بحب بعد كده اجيب الخرطوم واسيبه كده على السجاده، واشد بالمساحه. ما بحبش اشطف في الحمام لان الحمام ضيق، وبصراحه مش هينجز معايا. شفت حركه الخرطوم كده، اشده برجلي والايد التانية شغاله بالمساحه. بعد كده جبت السجاد دون ايه، مش محتاج الخلطه اللي انا عملتها كيس في الاول اللي هو مذيب للدهون. الدهون ايه، مذيب للبقع، لانه كان نظيف ما كانش فيه بقع. فروحت برضو جبت المسحوق على طول، دعكته وصبنته. طب لو احنا بقى ما عندناش الكيس ده نعمل ايه، واحنا عايزين نطلع البقع اللي في السجاد، هل هنسيبها؟ لا طبعا مش هنسيبها. هقولك بقى يا قلب اختك، انت تجيبي معلقتين كده حلوين كربوناتو، معلقتين ملح ليمون، مع شوية خل، مع عصرة يعني شوية حلوين كده من عصرة الليمون وشوية الخل، وتقلبيهم في شوية مية سخنين. واي مسحوق عندك حطيه على البقع وسيبيه شوية، برضه هيقضي الغرض وهيبقى زي الفل. زي ما انتوا شفتوا انا مسكت السجاد كله والمشايات عندي خليتها فل شبع منوره. الواقي ده برضو اللي كان فيه بقع، لان كنت بعيده عنكم بجيب حاجه من التلاجة ونطرت من ايدي، فالعصير كله ما شاء الله كان عصير جوافه، وكل البذر لزق والجوافه لزقت في الواقي ده. رحت برضو باقي الطبق كان لسه فيه، فرحت برضو ايه نقعت. ولما بنقع بالميه السخنه بجري جري اشطف، وبعد كده ارجع له تاني. كومنت حلو بقى تشجعوني فيه. وبكده خلص الروتين، استنوا الجزء